طول الفترة اللي فاتت تابع المشكلة بتاعتي أنا والشخص اللي قاعد في إيطاليا، ولكن أنا النهاردة طالع أتكلم بشكل تاني مختلف وبحاجة مختلفة تماما. في ولد صغير اسمه رحيم أمين، واقف حياته كلها وحياة والدته بتتوقف على 2 مليون 850. دي حسابات البنكيه بتاعته والحسابات بتاعت وزاره التضامن الاجتماعي. واتمنى من كل اخواتي وحبايبي لو كل واحد تبرع ب 10 جنيه واحنا داخلين على ايام خير وربنا يجعلها كلنا. يعني حتى وانت بتعمل خير حاطط صورتي في الاول. الحوار اللي ما بينه وبينك مش هيخلص لحد يوم الدين. حق انا هاخده، بس انا طالع اعمل رياكت عليك على الفيديو ده عشان خاطر الواد الصغير، عشان خاطر الطفل التعبان، عشان خاطر نساعد الطفل. وزي ما انت قلت يا عمرو، 10 جنيه من كل واحد يا اخواتي مش هتأثر فيه، و10 جنيه مش هتموت حد. واي واحد مغترب، اي واحد في بلاد بره، لو لما 5 يروح علبة سجاير وبعتها لابوها اللي ابوها اداها للعيال الصغير ده، ايه هتفرق معاه كتير. فاللي يعرف يساعد يساعد، اقسم بالله انا عشان خاطر العيال الصغير. انما حوار انا وانت، اقسم بالله يا عمرو انا مش هسيب حقي. عشان انت رجعت حكيتها فيا لما عملت مطعم جندوفلي، وطلعت عملت الحوارات دي، انت اللي بادئ الحك. وانا مش شتمت، وانا حق بعرف اجيبه، بس انا عملت على الفيديو ده رياكت عشان خاطر ده عمل خيري. السلام عليكم.